لو عايز تبقى فريلانسر او تشتغل اونلاين، هقول لك على 4 مجالات انا اشتغلتهم بنفسي وطلعت منهم مصدر دخل محترم ولحد دلوقتي لسه بشتغل فيهم. اول مجال ممكن تشتغل فيه ويبقى عندك مصدر دخل اونلاين، هو بالفعل كان اول مجال ليا، وده اول مجال انا اشتغلت فيه اونلاين، وهو بيع المنتجات اونلاين. المجال ده تقدر تبدأه بطريقتين. أول طريقة إن أنت ممكن تشتري البضاعة بنفسك وتبيعها أونلاين. تاني طريقة وهي إن أنت تشتغل أفليت أو دروب شيبينج. أنا مش هشرح أول طريقة لأنها محتاجة رأس مال كبير جدا، أنا هشرح لك تاني طريقة وهي إنك تبقى أفليت أو دروب شيبينج، لأن دي مناسبة جدا لو أنت لسه مبتدئ ولسه كمان معكش رأس مال كبير. وده فكرته باختصار إن دلوقتي بقى في مواقع بقت هي الوسيط ما بين التاجر أو المصنع اللي عنده بضاعة عايز يبيعها، وما بين المسوق او الشخص اللي عايز يبيع منتجات اونلاين بس معهوش راس المال ان هو يقدر يشتري بضاعة. المواقع دي بتعمل ايه؟ بتعمل موقع او بتعمل سيستم، وبتتفق مع التجار وبتتفق مع مصانع هاتوا المنتجات دي، وبتحطها عندها في المخازن، وبتبدأ تنزل في الموقع بتاعها او في السيستم بتاعها تفاصيل كل المنتجات اللي موجودة، كل منتج بتفاصيله، بالصور اللي انت محتاجها، بالفيديوهات، بشرح المنتج نفسه، الوانه، مقاساته، ايا كان على حسب المنتج ايه. وحتى بيحدد لك السعر اللي تبيع بيه كام وعمولتك على القطعة كام. انت بتعمل اكونت على الموقع ده او السيستم الافiliate ده مجانا، بيبقى عندك حساب بتقدر تشوف فيه كل المنتجات اللي موجودة على السيستم. بعد كده بتروح تعمل صفحة على الفيسبوك او على انستجرام. بقى كده بتختار المنتج او حتى المنتجات اللي انت عايز تبدأ تشتغل فيها، وبتبدأ تاخد التفاصيل بتاعتها، سواء صور او فيديوهات او التفاصيل الخاصة بالمنتج نفسه، مقاسات، الوان، الكلام ده كله، وتبدأ تنزلها عندك على الصفحة. بعد كده بتبدأ تعمل اعلانات ممولة عشان تبدأ تظهر البوست ده او المنتج ده قدام عملاء كتير، فيبدأ يجي لك عملاء مهتمة بتسأل على تفاصيل المنتج ده وتطلب منك. بعد ما العميل ما بيطلب منك بيبعت لك بياناته، انت بتروح تسجل الاوردر ده في حسابك على الموقع ده ان العميل عايز الاوردر ده، وبتكتب خلاص تفاصيل المنتج او تفاصيل الاوردر نفسه. الموقع بقى هو اللي بيعمل بقى الباقي كله، بقى ان هو بيكلم العميل ويأكد عليه ويغلف الاوردر ويوصل الاوردر للعميل. وبعد ما العميل يستلم الاوردر بيبدأ ينزل لك العمولة بتاعتك في الحساب بتاعتك، وبتبقى شايف بقى كل الاوردرات بتاعتك، ايه اللي تسلم وايه اللي ما تسلمش، ونازل لك عمولات كام. تقدر في اي وقت تسحبها بقى فودافون كاش، تسحبها على حساب بنكي، ايا كان تقدر تسحب فلوسك على طول. الموضوع ده دلوقتي بقى منتشر جدا وبقاله سنين، وفي شركات كتيرة او مواقع وسيستمز افيليتس ودروب شيبينج كتيرة جدا في مصر محترمة وكويسة. يعني الموضوع بقاله سنين ومعروف وفي منه شركات كتير، اللي هو مش حاجة عشان انت ما تعرفهاش او اول مرة تسمع عنها فممكن تخاف انها تبقى نصب او الكلام ده كله. لا، الموضوع منتشر وسهل وبسيط ومطلوب جدا في السوق. وتقدر لو دورت او كتبت حتى مواقع افلييت او مواقع دروب شيبينج هتلاقي جروبات على الفيسبوك كتير. تقدر تخش على كل جروب بتاع الخاص بالشركة نفسها او الخاص بالموقع نفسه، بتلاقي بقى كل التفاصيل اللي انت عايزها، وبتلاقي مسوقين كمان زيك، وبتشوف بقى الناس بتشتغل ازاي وبتعمل ايه وبتسأل على ايه. وبرضو دي شوية نتائج لأكتر من موقع اشتغلت عليه وطلعت عليه شوية كنت اوردرات. بسوق للمنتجات بتاعتها. إجمالي العمولات المدفوعة اللي اتحولت لي كان حوالي 11,060 جنيه. ده موقع تاني برضو كنت بسوق للمنتجات بتاعته. إجمالي الأرباح حوالي 85,800. ده الإجمالي كله يعني من الأوردرات اللي عملتها على الموقع، إجمالي الأرباح اللي اتحولت لي. وده برضو موقع تالت بسوق للمنتجات بتاعته هنا في مصر. دول اخر 4 عمليات سحب حولت لنفسي العملات بتاعتي على فودافون كاش. عملية ب175 جنيه، اللي بعديها 2200 جنيه، اللي بعديها 4800 جنيه، اللي بعديها حوالي 2500 جنيه. تاني مجال لو عايز تبقى فريلانسر او يبقى عندك مصدر دخل اونلاين، هو انشاء وتصميم المتاجر والمواقع الالكترونيه. والموضوع ده انا ابتديته بالصدفه بعد ما ابتديت اشتغل في المجال الاول اللي شرحته، وهو البيع المنتجات الاونلاين. حبيت ان انا اطور نفسي شويه واطور من اسلوب بيعي، وقلت ان انا عايز اعمل موقع الكتروني او متجر الكتروني ابيع من عليه واعرض عليه المنتجات، بحيث ان موضوع البيع ما يبقاش قائم بس على الصفحه، لا يبقى على الصفحه وعلى الموقع، ويبقى الشغل اوتوماتيك شويه. بالفعل ابتديت واخدت كورسات، وابتديت ان انا اتعلم ازاي اعمل متجر الكتروني، وعملت موقع الكتروني لنفسي، وابتديت اعرض عليه المنتجات واشتغلت عليه بالفعل. بس كنت بلاقي كتير جدا في جروبات ناس عايزه تعمل متجر الكتروني وحد عايز يعمل موقع والكلام ده كله، فكنت بعرض عليهم ان انا ممكن اقدر اعمل ده وبمقابل مبلغ بسيط جدا، لان انا برضو لسه في الاول مبتدئ ما عنديش الخبره الكافيه زي ناس تانية في ان انا اتشارج يعني فلوس كتيره او فيس كتيره للويب سايت.
وبالفعل عملت اكتر من موقع، لقيت الموضوع يعني لذيذ جدا وهامش الربح فيه محترم. فلا خدت التجربة وقلت لا انا هطور نفسي، وابتديت فعلا افهم ايه هي بقى البلاتفورمز الموجودة في السوق، وابتديت اطور نفسي جدا في موضوع الويب سايت. لحد دلوقتي انا لسه بعمل ويب سايت، لحد دلوقتي ما بقيت بقدر اعمل ويب سايتس بمميزات وادوات وامكانيات احسن بكتير تساعد العميل فعلا انه يزود مبيعاته. وبقيت عادي جدا بتشارج من 5 ل 10 آلاف جنيه في الويب سايت الواحد، والعميل كمان بيبقى مبسوط ان شايف المميزات دي كلها بالفيتشرز دي كلها وبالسعر ده. الموضوع لطيف، مش محتاج منك غير انت بس تتعلم. ودي حتى بعض المواقع اللي انا عملتها، الموضوع كل فكرته ان انت بس بتتعلم مهارة جديدة، حاجة زي الويب سايت ديزاين او التصميم المواقع والاونلاين ستورز عموما، وبتتعلمها وبتبدأ ان انت تنفذها، بتقدمها كخدمة او كسيرفيس للعملاء اللي محتاجة ده، سواء حد بزنس اونر او ايا كان اللي محتاج الويب سايت ده، وتبدأ تقدمها. وهامش الربح فيها محترم جدا، يعني انت ومش محتاج ان انت عشان تعمل منها مبلغ كويس، مش محتاج عدد عملاء كبير. يعني انت فيما بعد لو طورت نفسك وبقيت بتقدر تعمل ويب سايت كويسة بمميزات فعلا تفيد العميل، عادي جدا ان انت تتشارج العميل من 5 ل 10 آلاف جنيه. يعني انت لو بتتكلم في 5000 جنيه عشان خاطر تعمل بس 25 ألف جنيه في الشهر، انت محتاج 5 عملاء بس كل شهر. وفي اصلا حاجات تانية ممكن تكسب منها. ممكن العميل بعد ما تخلص الويب سايت يقول لك طيب ايه رأيك لو مثلا انا عايزك مثلا تدير لي الموقع، يعني انت اللي بتدير له الموقع. كل شهر انت اللي بتنزل له عليه الداتا المنتجات على حسب الموقع، يعني نوعه ايه بالظبط، بيبيع منتجات ولا سيرفيس ولا ايه بالظبط. وبتتفق معاه على مبلغ ثابت كل شهر بتاخده، غير المبلغ الاول اللي هو كان مقابل ان انت عملت له الويب سايت. بتتفق كمان معاه على مبلغ بتاخده كل شهر عشان بس تدير له الموقع، لان هو ممكن في عملاء ما تبقاش عارفه او ما عندهاش الوقت انها تدير الويب سايت، فلا هديك مبلغ كل شهر ودير لي الموقع، لما احب انزل عليه حاجه، لما احب اعدل فيه حاجه اعمل لي ده. فالموضوع لذيذ جدا، ودي حتى نماذج من بعض الويب سايت او ستورز اللي عملتها. واحد من المواقع اللي عملتها لواحدة من أكبر الشركات في مصر للمعدات التقيلة، للمعدات المطاعم والكافيهات والفنادق. ده شكل الموقع، دي الخدمات اللي بيقدمها أو الكاتيجوريز بتاعت البيزنسز اللي هو بيقدر يخدمهم. ده شكل الموقع، ده موقع خدمي أكتر. ده موقع تاني بس ده بيبيع ملابس أونلاين وأحذية. ده شكل الموقع. سايت تاني أو ستور تاني بس على بلاتفورم تانية مختلفة، بيبيع برضو أحذية ومنتجات حريمي. ده بيبقى شكل الصفحة بتاعة عرض المنتج نفسه اللي العميل بيخش عليها ويقدر يشوف فيها كل التفاصيل ويطلب الأوردر. تالت مجال لو عايز تشتغل فريلانسر ويبقى عندك مصدر دخل اونلاين، هو وبعيدا عن المصطلحات الكتير اللي ممكن ناس كتيرة ما تعرفهاش، الموضوع بكل بساطة هو ان انت تبقى مسؤول عن التسويق وانشاء وادارة الاعلانات الممولة للغير. حد عنده بيزنس، عنده بيبيع منتجات بيبيع خدمات، وعايز ان هو يسوق لنفسه او للبيزنس بتاعه على الانترنت، ايا كان بقى فيسبوك انستجرام ايا كان، انت اللي بتبقى مسؤول عن الكلام ده كله. هفهمك ده بقى بكل بساطة ومميزاته ايه. لان الموضوع ده برضو جه معايا بالصدفة بعد ما اشتغلت في المجال الاول اللي شرحته، بعد ما اشتغلت في المجال التاني اللي شرحته برضو. الموضوع ابتدى يتطور معايا ان انا عايز اتعلم اكتر ازاي اعمل اعلانات ممولة وازاي اسوق لنفسي وافهم اكتر عن التسويق عشان خاطر اطلع نتائج لنفسي انا الاول واحقق مبيعات اكتر لنفسي انا الاول. وما كانش في دماغي خالص موضوع ان انا اعمل كده للعملاء. وبالفعل عملت كده واخدت كورسات وطورت في نفسي وابتديت فعلا اطلع نتائج احسن بكتير جدا في مبيعات. وفي مره كنت بنزل بوست على جروب معين من المواقع اللي شغال فيها، وبقول لهم ان انا صرفت كذا وطلعت مبيعات كذا وان انا مبسوط وي وي الكلام ده كله. فبعديها لقيت ناس كتيره جدا داخله تكلمني وان وبتسالني بقى على شويه حاجات، واللي هو انا عايزاك مثلا ايه تشتغل معايا تعملي الاعلانات الممولة بتاعتي وتبقى انت المسؤول عن التسويق. وبالفعل ابتديت اشتغل مع اكتر من حد الحمد لله، وطلعت معاهم نتائج كويسة جدا. والموضوع كان لذيذ جدا وكان اكتر حاجة انا اتبسطت فيها في المجال ده هو لما في عميل في مرة نزل بوست على جروب
بصورة البروفايل بتاعي، وبيسأل الناس ان هو هيتعامل معايا، فالراجل ده مضمون وشغله كويس ولا لا. والحمد لله دي كانت بعض نتائج الناس اللي اشتغلت معايا او الناس اللي عارفاني في الجروب. دي كانت بعض الكومنتات اللي ردوا بيها عليها. بالظبط اللي هو منزله كان منزل صورة البروفايل، وكاتب من اللي هو محتاج وسيط بيني وبين الراجل ده لان هخليه يعمل لي اعلان. ودي كانت الكومنتات دي كانت الكومنتات في طبعا ناس كانت ما كانتش لسه تعرفني، والحمد لله في ناس اشتغلت معايا وبدأت تكتب كومنتات وتشجع الراجل ان هو يبدأ يشتغل معايا. في منهم طبعا اللي اشتغل معايا، وفي منهم اللي عارفني وعارف شغلي عامة في العموم وسمع عن شغلي. وفي ناس طبعا يعني ما تعرفنيش، بس يعني من كتر الكومنتات والحمد لله العملاء اللي بتشكر، في ناس اكتر كمان دخلت بدأت تسألني وبدأت ان هي تشتغل معايا، وكانت بداية شغل الحمد لله مع عملاء كتير جدا. ودي اهم حاجة في الشغل ده بالذات، فكرة ان انت تبني سمعة، لان ده بيسهل عليك حاجات كتير فيما بعد، وان انت فيما بعد بتلاقي ان انت فعلا بيبدأ يجيلك عملاء وبتبقى الدنيا ما بينكم مريحة، لان الراجل خلاص يعني اوريدي واخد الثقة وسامع عنك سمع خير، فمش بيبقى داخل وهو مأخر رجل ومقدم رجل، لا بيبقى داخل ومتوكل على الله ثم عليك، ان شاء الله بإذن الله يبقى فتحة خير عليك. مميزات بقى المجال ده في ان العملاء اللي بتشتغل معاها، لما بتشتغل معاها بجد وبتبقى عايز تطلع لهم نتائج فعلا وبتحقق معاهم نتائج محترمة. اولا انت بتبني اسم وبتبني سمعة. ثانيا العملاء دي بتبدأ ترشحك لناس تانية، فبيبدأ يجي لك عملاء تانية، يعني يعتبر من غير اي مجهود ومن غير ما تسوق لنفسك. ثالثا بقى ان العميل اللي بيشتغل معاك وبتطلع معاه نتائج محترمة بيفضل مكمل معاك شهور وممكن سنين على حسب بقى نوع البيزنس بتاعه. فبالتالي انت مش محتاج ان انت كل شهر تبدأ تدور على عملاء جديدة عشان تعمل فلوس. لا، انت ممكن بس لو يعني ركزت في ان انت يبقى معاك كام عميل بس فعلا تهتم بشغلهم وتطلع لهم نتائج وتكبر لهم شغلهم وتحس يعني وتتعامل على انه ده البيزنس بتاعك، العملاء دي هتفضل مكمله معاك شهور وممكن سنين. فانت بالتالي معاك كام عميل انت كل شهر بتكسب منهم كويس وكويس جدا كمان. لان هي قصة اللي انت بتتحاسب ازاي ليها اكتر من طريقة، وهبقى اشرحها في فيديو تاني. بس الموضوع يعني كويس جدا، ويعني ممكن بعاملين تلاتة اربعة تطلع لهم فعلا شغل كويس وتركز معاهم، ده تبدأ تطلع منهم مصدر دخل كويس جدا ليك. وبالمناسبة برضو دي بعض السكرين شوتس لبعض النتائج لإعلانات ممولة بعملها وبشتغل بيها للعملاء. دي كامبين صرف حوالي 10,000، دي كامبين صرف حوالي 28,000، دي كامبين تانية صرف حوالي 20,000، جايبة حوالي 6,159 مسج طبعا غير الكومنتات. دي برضو كامبين تانية، بس دي الاوبجيكتيف بتاعها كان كونفرجن كامبين، جايبة حوالي 1740 كونفرجن، يعني حوالي 1740 اوردر على الويب سايت. وكامبين تانية جايبة حوالي 821 كونفرجن، اللي هو حوالي 821 اوردر على الويب سايت. بس انا هنا برضو يعني خافي برضو بصراحة التكلفة واللي اتصرف، لان الكيس ستادي دي بالذات انا هنزل عنها فيديو ان شاء الله بالتفصيل، وهعلم بقى على كل حاجة فيها وازاي قدرت اوصل لنتائج دي. دي برضو كامبينز تانية لعملاء تانية لمنتجات مختلفة. دي كامبين صرف حوالي 15,000، دي برضو كان كامبين بتاع كامبين تانية صرف حوالي 5,800. ودي كامبين تانية برضو صرف حوالي 8,900 جنيه، وده كان على منتج رجالي، ملابس رجالي شتوي. ودي برضو كامبين تانية على برضو منتج رجالي كان هاي كول رجالي، صرف حوالي 6,900 جنيه. ودي برضو كان كامبين تو كامبينز صارفين حوالي 22,000، كامبين صرفة 11,000 والتانية 11,000، حوالي 22,000 على شوز حريمي أو كوتشيات حريمي. رابع مجال لو عايز ان انت تشتغل اونلاين او يبقى عندك مصدر دخل اونلاين هو التعليم او الكورسات، سواء اونلاين او اوفلاين. الموضوع بكل بساطة هفهمك الموضوع جه معايا ازاي. بس فكرته ان انت عندك خبرة في حاجة معينة، وفي حد محتاج الخبرة دي او محتاج يتعلم الحاجة دي، فانت بتعلمها له، وسواء في صيغة بقى كورس او سيشن او استشارات او ايا كان.
الموضوع برضو بدأ معايا بعد ما اشتغلت في المجال الاول والتاني والتالت، والحمد لله حققت فيهم نجاح كويس جدا. خلاص بقى في ناس كتيرة حواليا من صحابي عارفين ان انا شغال في اونلاين وببيع اونلاين وبعمل اعلانات وبسوق والكلام ده. فلما كان حد من صحابهم مثلا دكتور، مش عارف، حد عنده بيزنس، حد عايز يتعلم الاعلانات الممولة والتسويق وازاي يسوق للبيزنس بتاعه، فكانوا بيرشحوني ليه ان انا ممكن اقعد معاه اشرح له. وبالفعل كنت بقعد وبتفق على مبلغ معين مقابل عدد معين من السيشنز، وبقعد اعلمه فيه. والحمد لله لقيت يعني من بعد اول مرة عملت كده لقيت يعني لقيت فيدباك كويس جدا، وابتديت الحمد لله ان انا ازود ده. وحتى صحابي مره مع التانية ابتدوا ان هم يرشحوني لناس تانية، لانهم الحمد لله شافوا الناس بعد ما بتقعد بتتبسط وبتبقى حاسه ان اللي دفعته في الكورس ده حاجه قليله مقابل المعلومات والحاجات اللي فرقت معاهم في نتائج شغلهم. فالحمد لله الموضوع يعني كان لطيف. بس الموضوع بقى انا حبيته جدا، لان انا اصلا عندي شغف كده في حتة ان انا اعلم الناس. انا بحب ان انا اعلم وبحب ان انا ادي تدريبات، يعني حتى في اكتر من وظيفة لما كنت بشتغل فيها والاقي مثلا في موظفين جداد جم، كنت دايما انا احب ان انا اخد الصدارة في الحتة دي، في ان انا اللي اعلمهم. وده كان بيبقى سبب كتير في اكتر من وظيفة ان انا اترقى، ان انا ابقى تيم ليدر او ابقى ترينر في وقت قليل جدا، لان انا بحب اشرح للي قدامي وافهمه. فبدات بصراحه احس يعني بشغف كبير جدا في موضوع الكورسات ده، خصوصا بعد ان انا يعني اولا غير ان انا بعلم الناس وبلاقي فيدباك كويس من الناس، فدي حاجه بتبسط اي حد. مفيش حد مش بيتبسط لما حد يشكر فيه ويقول له شكرا وانت فرقت معايا في كذا والكلام ده كله. فبقى جزء اساسي من مصدر دخلي ان انا بدي كورسات. وبقيت كمان بدي كورسات، يعني نوعين من الكورسات. نوع من اول كورس مثلا او اول نوع من الكورسات هو ان انت التسويق والاعلانات الممولة وازاي تسوق للبزنس بتاعك، لان انا برضو اشتغلت مع اكتر من عميل في اكتر من مجال. وتاني نوعية كورسات هي ان انت ازاي مثلا لو انت عايز يبقى عندك مصدر دخل اونلاين، عايز تبدأ بزنس اونلاين، عايز تبقى فريلانسر، بفهمك بقى ايه هي الفرص المتاحة وازاي ان انت تشتغل ده وازاي تسوق لنفسك ده، وتقدر تشتغل ده ازاي وتشتغل ده ازاي وتسوق له ازاي وتكسب منه ازاي. او حتى في نفس مجالك اللي انت شغال فيه ازاي يبقى عندك اكتر من ريفينيو ستريم، يبقى عندك مصدر دخل من نفس مجالك ده بس بطرق تانية انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها. انت ايا كان مجالك تقدر تاخد الخطوة دي وتقدر انت تبدأ فعلا تقدم كورسات سواء اوفلاين او اونلاين. بس اهم حاجة في المجال ده بالذات ان انت رقم واحد لازم يكون عندك الخبرة الكافية اللي فعلا انت هتقدر تساعد بيها العميل. ورقم اتنين يكون عندك القدرة على شرح المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة، بحيث العميل يقدر يفهمها ويطبقها بسهولة. لان اللي هقوله ده مرتبط بأول نقطة، وهي ان انت يبقى عندك الخبرة الكافية. العميل اللي بياخد كورسات هو مش عايز معلومات نظري. العميل ده بيبقى عنده مشكلة معينة، هو عايز يروح لحد فاهم نوعية المشكلة دي واشتغل فيها وحلها قبل كده، فيقول له ازاي يحلها، فيطلع من عنده يقدر يحل المشكلة دي ويطور نتائجه. هو العميل عايز كده، العميل اللي بياخد كورسات عايز كده، مش عايز ان هو يقعد يسمع كلام جميل وشكله حلو، لا هو عايز حل. اديني الحل ده، قول لي اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. فانت لازم رقم واحد تبقى عديت بالتجارب دي وقدرت تعديها وتطلع منها نتائج محترمة، وواجهت مشاكل معينة العملاء، معظم العملاء اللي انت هتديهم كورسات يكونوا واجهوها بالفعل وانت قدرت تعدي المشاكل دي. رقم اتنين انك تقدر تشرح ده بطريقة سهلة وبسيطة عشان العميل اللي قدامك الموضوع بالنسبة له ما يبقاش صعب، يحس ان الموضوع سهل ولطيف وتقدر انت توفر له الدعم المناسب لده. اتمنى ان انا اكون فدتك بحاجة، وان انا اكون مطولتش عليكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية.